الضابط والكادر مطلب عادل لأطباء مصر. وكنت مثلا طالب الحق لأن طالب الحق وأن يفعل طلبته بالشكل الذي يريد الحاجة. فنحن معتقدون على تحدي وزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الحق لمطلبنا العادل في شهادة الخاص. طيب تصريحات وزير المالية بتقول لحضرتك إنه مفيش فلوس. حضراتكم بتطالبوا أطباء بشريين بيطالبوا كده، البيطريين بيطالبوا كده، أطباء أسنان بيطالبوا كده. طيب انتوا ما جبتوا منين؟ وزير المالية إنه أنا صراحة هقول لكم منين؟ هو يجيب لنا فلوس منين دي مش شغلتنا أولا. ثانيا لما يبقى منظمة الصحة العالمية بتقول إنه الحد الأدنى لتقديم الخدمة الصحية لأي بلد 10% من الدخل القومي أو من موازنة الدولة، واخد بالك؟ وإحنا وزارة الصحة المصرية الهمامة بتاخد نصيبها 3.5%، يبقى ارفع ميزانية وزارة الصحة ل 10%. منظمة الصحة العالمية هتلاقي فيه موارد الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة الكادر. طيب مجلس النقابة رد فعل اعتصام تنسيق مع الأزمة. حتى الآن نحن معتصمون إلى تنسيق مع أحد. نحن معتصمون، لكن مجلس النقابة ما قالش ممكن يعترض ما يعترضش، يوافق ما يوافقش. لم يصلنا كلام رسمي ونحن مستعدين لكل الاحتمالات. دكتور، سمعنا ان النقيب حاول يتدخل لفض الاعتصام او الاضراب عامة. لا، حاول يتوسط حتى. لا هو حتى الآن لكن اللي وصلنا حتى الآن إنه النقابة على استعداد للمساعدة في الاعتصام، وإنه هيوفروا سبل المعيشة في هذه الفترة من الاعتصام. الاعتصام ملوش غير معنى واحد، هو الوجود في مكان معادنا حتى 21 مارس داخل نقابتنا التي هي دار كل الأطفال. والاضراب اللي تم التهديد به، هل يتم اللجوء اليه اضراب عام يعني لأطباء مصر؟ الإضراب مشروع، يعني مشروع الإضراب موجود وسيظل موجود. حتى النقابة ما قالتش إنه يلغي، قالوا إنهم علقوه على شرط دراسة وإنه في ثلاثة من المستشارين على رأسهم الدكتور شيرين العوا والدكتور نور الدين فرحات جهاز القانون، عشان يقولوا إنه الإضراب مشروع قانونا من الناحية القانونية. لكن نحن نرى أن المشروعية مش من النصوص القانونية، المشروعية من الحق. حق الكاتب حق عادل وواضح. اقطع عليك حضرتك لما واحد كان ماشي في الشارع دلوقتي، لما شاف ان انتوا بتاخدوا 230 جنيه قال لك هو الميكروباص بياخد اكتر من الدكتور اللي بيعالج الناس، بياخد اكتر من الدكتور. هو في اعلان النهارده في مستشفى احمد زاهر التعليمي مطلوب عمال نظافه ب 275 جنيه وعامل في المطبخ ب 250 جنيه. يعني في داخل حتى المستشفيات لما تيجوا يعينوا عمال مؤقتين للاعمال التي هي ما دون 275 جنيه و250 جنيه، والطبيب فهذا الكلام يعني منتهى التناقض وفي منتهى السقوط، وهذا هو حال البلد.